من أعظم وسائل ذهاب الحزن هو الصلاة. الآن مثال بسيط قريب جدا، والله ضرب الأمثال. الآن الإنسان إذا أصيب بهم أو بحزن وتأثر، ألا يذهب إلى الطبيب النفسي؟ طيب ندلك على ما هو أقرب منها، اذهب إلى الله، ففروا إلى الله. وفي أي وقت ممكن لا تجد الطبيب، وربما يأخذ منك ويعطيك أدوية تضرك، وربما ولا أمنع الذهاب للطبيب عند الحاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، لاحظوا حزبه، قال يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان إذا أهمه أمر صلى الله عليه وسلم أي حزب أمر فزع إلى الصلاة. ذنون يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت كان يصلي، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم. قيل إنه كان مسبحين قبل أن يكون في بطن الحوت، وقيل إنه كان في. والعلماء يقول إذا ورد التسبيح في القرآن فقد ينصرف إلى معنى الصلاة. ولهذا تأملوا هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني يحزن. طيب ما العلاج يا ربي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. خلاص هذا العلاج. شخص المرض في هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من كلامهم وسبهم وشتمهم صلى الله عليه وسلم. طيب العلاج يحزن، النبي هو بشر يتأثر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الجأ إلى الله، توجه، خذ سجادتك. دخلت على أحد أحبتي فشكى لي أمور عجيبة جدا وقعت في بيته، والله كما نقول تهد الجبال، وما شاء الله وهو جالس يبتسم ويضحك. قلت له كيف عالجتها؟ فأشار إلي وكنا في مجلسه إلى سجادة، قال بهذه السجادة كلما اشتد الأمر فزعت إلى الصلاة ففرج الله همومه. أبدا، قال هذه إما أن أذهب للمسجد أو في البيت للنفل، أتوجه إلى الله وأصلي ركعتين فيكشف الله سبحانه وتعالى عنها. فالصلاة من أعظم الأدواء بعد ما ذكرنا من تلاوة القرآن والإيمان بالقضاء والقدر والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.